السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فرح شانل. في هذا الفيديو غادي نحضروا حلوة البوق بطريقة سهلة وسريعة وبدون خمارة الحلويات. بقاو معايا نتعرفوا على المقادير والطريقة. بالنسبة للمكونات غادي نذكرهم لكم دائما بالغرامات وبالقياس ديال الكاس اللي كيهز 150 ملي. غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبدة من اصل حيواني تكون بحرارة المطبخ. غادي نضيف عليها واحد القبيصة ديال الملح. عندي هنايا قياس ديال كاس عامر ديال السكر الناعم او السكر كلاصي. اللي متوفرش عندها السكر كلاصي كطحن سنيده مزيان وكتخدم بها. غادي نخدموا مزيان هاد الزبده مع السكر حتى يرجعوا لنا على شكل بوماد كيف ما غتشوفوا معايا على هاد الشكل. من بعد غادي نضيف عليهم الزيت. انا واخا هنا غلطت وصبقت البيض، عندي هنايا حبه ديال البيض معليش، غير نخدمو مزيان. وغادي نزيد عليه 4 المعالق كبار من الزيت عاديه. الاحسن ديروا الزيت مع الزبده والسكر، خدموه هو الاول عاد ضيفوا البيض. بالنسبه للناس اللي غاديين يخدموا بالزبده ديال البواطه ديروا نص كاس ديال الزيت، 70 مليلتر تقريبا. انا هنا خدمه بالزبده حيوانيه، درت 4 المعالق كبار ديال الزيت. وغادي نضيف عليهم هنايا 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال الكوك اللي حمرته، وعندي 2 معالق كبار عامرين من النشا او مايزينا. تندمج المكونات مع بعضيتهم. حتى تيدخلوا لي المكونات. وغادي نبدا نضيف الدقيق على حسب الخليط. انا نقول لكم شحال دخل ليا هنايا، ما تكتروش الدقيق من الاول، مشيو بشويه بشويه دفعات. نديروا الدقيق دفعات باش ما تجيناش الحلوى قاصحه. انا هنا اخذت ليا 250 غرام اللي هما 2 كيسان ونص. الكاس اللي كيهز 150 ملي خدات ليا ربعه ديال الطحين 250 غرام. وهذا هو القوام ديالها، كتكون رطبه، خصنا نخليوها رطبه العجينه كما كيوضح الفيديو. خديت لاطه ديال الفران، درت فيها هذا الورق ديال الفران، وكناخذ البوق وكنعمرو بالعجينه وكندير الشكل اللي بغيتو ديروهم على هذا الشكل. تقدروا ديروهم على شكل وريضه، كيبقى لكم الاختيار. الطريقه اللي جاتكم سهله خدموا بها، واللي عندها الماكينه عاود تخدم بالماكينه. كنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نصيب الحلوه ديالي كامله في لاطه. غادي ندخلها الفران مشعول على 170 من التحت، كيكون الفران سخون كندخلوها والعافيه كتكون تحت منها. من بعد كنشعلوا عليها، ملي كتحمر لينا شويه من التحت كنشعلوا عليها من الفوق، وكنديروا لها العافيه ناقصه، ما تجهدوش عليها باش طيب من برا ومن الداخل. لا زربتوا عليها ما طيبش لكم من الداخل. من بعد ما طابت الحلوى تيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي روعه زوينه بزاف بمذاق الكوك، تجي اكثر من رائعه. نتمنىكم تعجبكم الوصفه وتجربوها، علاش لا، سهله وبسيطه واقتصاديه. الا عجبكم الفيديو اليوم ما تنساوش منا ديروا لنا اللايك والاشتراك والتعاليق ديالكم الزوينين. شكرا على المتابعه وعلى المشاهده، وتنبغي نشكر الناس اللي التحقوا بنا جديد. مرحبا بكم، مرحبا بتعاليقكم.